شغالين على الحته دي كويس. احمد فتحي عايز يلم، طولت منه شويه، ده بيلعبها على الارض. سيد حمدي لو تخلص هوبا جول عبد الله السعيد. حلوه بقول لحضراتكم بيشتغلوا كويس جدا لعيبه النادي الاهلي على المساحات. حرك كويس جدا احمد فتحي وعملها حلوه لسيد حمدي اللي لف بظهره وحطها لعبد الله السعيد. صاروخ والاهم من الصاروخ انه موجه الكره في زاويه صعبه رايحه الكره بزاويه حاده في منتهى الصعوبه على الهاني سليمان عشان تتهادى داخل الشباك ويبقى هدف اول اللي نشوفه حضراتكم. ادي سيد حمدي هديه اهو، محضر كويس جدا وعاملها حلوه صعبه فعلا في الزاويه اليمين الارضيه على يمين الهاني سليمان. يتقدم النادي الاهلي بجول حلو اللي الحقيقه في تحركات. وقلت لحضراتكم عبد الله السعيد وسيد حمدي وعماد متعب بيعملوا خلخله مع بعض وبيعملوا ازعاج لدف كلا. هاني سليمان اللي عنده تحدي لما تشوف لو اتحطت هناك خطيره. وليد عنده فرصه. عماد متعب. حلوه رايح هو والجول وجها لوجه بعد باصه سحريه من وليد سليمان. قال له خد هات جول والعمده يسجل الجول الثاني. هدف الثقه والاطمئنان الحلو على يمين الهاني سليمان. دفاع الاتحاد وقف يتفرج وعماد متعب استنى على الكوره بخبره واستنى ثانيه والثانيه عشان يقدر يكتشف زوايا المرمى ويحط الجول الثاني. هدف الاطمئنان والتامين للنادي الاهلي. وعلى طول بيبدل التيشيرت. واضح انه كان بيشتكي من حاجه في التيشيرت معاه كابتن سعيد احمد. هتشوفها تاني. شوف الخطا من هنا، الكره طالعه من الهاني وحش. شوف وليد سليمان استنى، عماد اخر عشان ما يبقاش في موقف تسلل وحطها حلوه بعد ما ثبت الهاني سليمان بخبره على الارض. هدفه الثالث هذا الموسم وهدفه رقم 54 ما شاء الله، متواصل برضه في التسجيل. هدفه رقم 54 في الدوري الخاص بمسابقه